الله العزيز الحكيم. هذا فيديو أعلم فيه عن مسيرتي المهنية، وحبيت أني أسجله كفيديو حتى أعلم عن نفسي بشكل وأعبر عن نفسي بشكل أفضل. بدايتي في السوق كانت في 2020. أنا أتكلم هنا عن البداية الواقعية اللي بدأت فيها أنا من الصفر. قبل 2020 كان عندي مجموعة كبيرة من التجارب وبرأس مال من والدي، من فترة جامعتي إلى 2020. ما قبل 2020 كلها عملت فيها الكثير من التجارب، وكان متوفر معي رأس المال، وعملت حاضنة أعمال، وبدأت في فترة الجامعة مجموعة من التجارات، وعملت مشروع الهدايا، وبعدين انتقلت إلى تركيا وعملت حاضنة أعمال فيها مجموعة من المشاريع. لكن هذه كلها تجارب أكسبتني حب البزنس، وأكسبتني الإرادة العليا بأنه الدخول في هذا المجال، مجال البزنس والأعمال هذا العالم. وأكسبني أيضا الطموح والهمة، هي التجارب كلها اللي فعلتها. لكن أنا أريد أن أتكلم في هذا الفيديو عندما أنا بدأت من الصفر، أي لا أملك ولا شيء من المال، باستثناء تجاربي وخبراتي من التجارب القديمة اللي فعلتها خلال 5 سنوات ما قبل 2020، من فترة جامعتي إلى 2020. بدأت كموظف وبشركة بنظام بتركيا، هي نظام الجروب. هذا بيقولوا جروب، تلاقي شركة داخلة بأكثر من مجال. كانت شركة داخلة بمجال العقارات، البيع، ومجال تعقيب المعاملات، وكان مالكها عنده مطعم ومسمي الشركة جروب، كذا جروب. وقابلته بصدفة جميلة جدا. أنا كنت بأحد الفترات بعد نهاية هاي التجارب عندي شيء من الكآبة واليأس، وكنت أروح أتغدى في مطعم بشكل يومي، مطعم شاورما. وبأحد الأيام وأنا متضايق ومزعوج وفيني يأس، ويكون شخص موجود في هذا المطعم صوته عالي، عم بيحكي على التليفون بصوت مرتفع. فأنا ما احتملت، واحتديت عليه وأخبرته أنه أنت في مطعم ولست في حديقة. فتناقشنا شوي، بعدين راح الموضوع، وإلا بيجي الجرسون لعندي بيقول لي هذا صحن حمص اعتذار من مالك المطعم لإلك. قلت له إيش الموضوع بسيط، ما يستاهل اعتذار. قال لا. قلت له الموضوع لا يستاهل اعتذار، ممكن أقبله كهدية. فقال لي هذا هدية. قلت له إذا هدية فكبر الهدية شوي، حمص. المهم بعد ما خلصت من أكلي وغدائي، بيجيني هذا اللي كان بيحكي بالتليفون وبيقول لي ممكن أجلس معك، أنا صاحب المطعم. فأنا تفاجأت صراحة، ما كنت أظن أنه هو صاحب مطعم. قال لي أنت شو بتشتغل؟ فقلت له أنا عملت مشاريع وكذا، وعندي تجارب، وأنا حابب مجال، وأنا دراستي الإدارة، وحابب مجال البزنس وكذا. قال لي شو رأيك بهذا المطعم؟ طبعا هو المطعم جنب بيتي، وأنا كل يوم أروح لعنده، عندي ملاحظات مهنية كبيرة عليه. فأعطيته واحد كذا كذا كذا. قال لي طيب. أذكر كان يوم خميس. قال لي أنا أريدك تعمل لي كيف نطور هذا المطعم، كيف نحسن هذا المطعم، وتجيب لي إياها يوم الاثنين على مكتبي بالفاتح. قلت له أنت تريد دراسة أو خطة أو جمعة سبت أحد 3 أيام؟ قال لي هذا شرطي، وشو تكلف أنا جاهز. رحت على البيت، مسكت اللابتوب، ما سكرت اللابتوب إلا 2 صباحا، وأنا كنت مخلص كيف نطور هذا المطعم. وفعلا رحت وعرضتها على مكتبه، وكان في مجموعة، مدير المبيعات ووالده وهو، فأعجب جدا، وعرض علي الوظيفة في شركته
كمسؤول عن تطوير هذا الجروب. طبعا أنا بهذاك الوقت يعني سعدت بهذا العرض وقلت له أنا معك، وفتح لي مجال. قال لي أنا أريدك تمسك التطوير، وأريدك بس إحنا ماشيين بعجلة سريعة، وأريدك بس تقعد وتدرس الشركة كل أبعادها، تدرس الموظفين، وتعطيني كيف ممكن، شو هي المشاكل وكيف نطورها. ومن هنا بدأت في أول سنة إلي من 2020 رحلتي مع عالم الدراسة، عالم القراءة، قراءة الواقع، قراءة البزنس، قراءة المكونات، و استخلاص القرارات الصائبة للبزنس. اشتغلت فترة، لكن كنت أعطيه هاي القراءات وما في تطبيق، فغادرت بعد يمكن 4 أشهر. وبعدين اشتغلت كحر مع شركة سياحة، وبعدين اشتغلت مع شركة قبولات جامعية، وبعدين اشتغلت مع شركة عقارات أيضا. وبعدين رجعت لنفس الشركة، هو طلبني لأني أنا التوقعات اللي أعطيته إياها كلها بدأت تحصل. يعني كنت أعطيه قراءات، يعني إذا ما إحنا ما عملنا هيك ترى رح يصير معنا هيك، رح يصير معنا هيك، إحنا متوجهين لخطر. فرجع طلبني واشتغلت معاه كمان أيضا 3 أشهر، وانتهت السنة ودخلت إلى عالم الدراسات. تعلمت من هذه السنة دراسة البزنس، وأتيحت لي فرصة فقط يعني أجلس على اللابتوب وراء كل دوامي هو عبارة عن دراسة. واحتكيت مع أكثر من مع البزنس ودرستهم، واكتسبت أيضا وحدة المصدر، أني أنا جعلت لنفسي مصدر واحد أستسقي منه دراساتي للبزنس. لأنه إحنا عنا مشكلة أنه في أكثر من مدرسة بالبزنس، وتروح تقرأ كتب أكثر من حدا بيخبرك عن طريقة معينة. فأنا اعتمدت وحدة المصدر، وجعلت مصدري هو القرآن والكون، المخلوقات كيف بتمشي، وكيف سنن الله في الكون، وكيف هذا، وعكستها على البزنس. فتعلمت الدراسات ووحدة المصدر. في 2021 انتقلت أنا وصديق لإلي وأخذنا استديو، وأعدينا استديو، وبدأت أنقل هاي التجربة اللي هو الدراسات بوحدة المصدر، دراسات البزنس، على اليوتيوب. صورنا 3 حلقات، مدة كل حلقة تقريبا نصف ساعة على اليوتيوب، وهي موجودة أيضا. وكانت تجربة جميلة يعني إلي في هذا المكان، إني أنا بدأت أروح على اليوتيوب وأحكي ما عندي يعني. وأيضا بهاي السنة اشتغلت مع محل عسل، واشتغلت مع شخص يشتغل بالاستيراد والتصدير، واشتغلت المبنى اللي أنا كنت فيه كانوا يحتاجوا أحد هو أجر عقارات، فاشتغلت معهم. أنا صرت أجر العقارات، الشقق اللي عندهم، واشتغلت أنا بنفسي كمعقب للمعاملات. يعني حاولت إني أجرب وأشوف. وانتهت سنة 2022 بقرار مني أن أتخصص في مجال التطوير، الدراسات التطويرية. والتطوير هو تأويل التجربة، تأويل الخبرة. يعني كثير من التجارب الموجودة بالحياة في البزنس ناجحة، لكن هي غير مؤولة. يعني هو لا يستطيع أن يضع لها آلية حتى ينفذها شخص آخر. فأنا أخذت على عاتقي وحبيت هذا المجال اللي هو التطوير، تأويل الخبرة. يعني جعلها قابلة للتكرار، قابلة أن الواحد يستفيد من هاي الخبرة وما تموت مع أي شخص بمجرد أنه هو يموت. لا، نأول الخبرات الناجحة. والتطوير هو الوجه الآخر للإدارة، يعني هو القيادة، وهي من يقوم بعملية الإدارة الأولية، ويأتي المدير بعدها يكرر نفس الدائرة. لكن من يدور العملية، أول واحد يدور هو هذا القائد، وهو المطور. أول واحد يرسم الدائرة، يأتي المدير بعدها ليكرر نفس الدائرة. فالتطوير كثير أعجبت فيه، ودخلت بعدها بسنة 2022. سنة 2022 أيضا في 2021 اشتغلت كمان مع محل عصير، وعملت أول دراسة إلي.
في 2022 اشتغلت في مجال مع شركة عقارات، عقارات بس شق قانوني، واشتغلت كمان مع شركة قبولات جامعية يملكها شخص لبناني، واشتغلت مع مادو يملكها فرنشايز لشخص عراقي، يعني كان بزنس كبير صراحة. واشتغلت مع شخص يريد كان تأسيس شركة سيارات وتأجير وهالقصص هي. واستفدت من هاي السنة فكرة آه، فكر البزنس، يعني انك انت كيف تفك العقد الموجودة في البزنس وتحاول انك توجد لها حلول. واشتغلت مع هدول البزنس كلها وكان عندهم مشاكل واسهمت في حلها، واكتسبت هون مهارة التفكير البزنس، يعني التفكير التحليلي للعقد الموجودة في البزنس. واذكر اني يعني كمان في هاي السنة 2022 عملت اول عقد الي، يعني عقد لحتى اتعامل مع زباين. كنت اشتغل سابقا من دون عقد، فانتجت عقد. ب 2023 أصبح عندي أنه لابد أنه التطوير هذا، تطوير البزنس اللي أنا فايت فيه، لابد أنه يكون في صناعة، يعني نحول هذا الشيء اللي أنا عم اشتغله إلى منتجات يستطيع استخدامها أي واحد موجود في العالم العربي يشتري هذا المنتج. بس هذا المنتج بدك تعمل له صناعة، يعني لابد أنه يكون له محتوى، ومحتوى مركز وواضح ودقيق وفيه إرشادات لحتى يشتريها الشخص وهو يقوم بتطوير نفسه بنفسه من دون الحاجة لمطور. هو هذا المنتج هو يطوره. فهون بدأت بصناعة محتوى لهي المنتجات. وشو هي المنتجات؟ وقسمتها إلى 7 منتجات. وتعاون معي أحد زملائي بالمدرسة، كان قال لي أنا مؤمن بهذا المشروع وأنا أدعمك فيه، ودعمني لمدة 6 أشهر تقريبا أو أكثر شوي. وخلصت في نهاية 2023 إلى شو هي المنتجات التي يجب صناعتها في تطوير الأعمال، واللي يحتاجها أي شخص يحتاج أنه يدخل عالم الأعمال. في سنة 2024 بدأت أنه هي المنتجات اللي أنا صنعتها، صنعت محتواها، من سيستخدمها؟ بدأت هون أن أقسم الشريحة المستهدفة. يعني بدل ما يكون في نقول أنه رجل أعمال، لا، قسمتها إلى رائد ثم رجل ثم مبتدئ ثم ناشئ. طبعا مو بالترتيب، لكن قسمت كل من يريد دخول عالم الأعمال إلى 7 شرائح، لكل شريحة منتج معين يستهلكه. فتعلمت في 2023 التسويق، وتعلمت في 2024 كيف نعمل فكرة كيف تجيب زبون، كيف تجيب الزبون المناسب للخدمة، كيف ما تكبر الزبون ولا تاخذه أصغر من اللازم، كيف تجيب الزبون المناسب. واللي هي يعني عالم ال الإعلان والميديا والقصص هي. وكيف تكون حقيقي، يعني كيف تكون أنت شخص تتوجه إلى الشريحة الحقيقية لإلك. في 2025 انتقلت إلى سوريا مجبرا وبقدر من الله جميل بسبب عدم تجديد إقامتي في تركيا. ثم انتقلت إلى الإمارات، وشاء القدر أني أتي إلى سوريا مجبرا أخاك لا بطل. فأتيت إلى سوريا. وفي سوريا هاي السنة السادسة إلي كانت في 2025، ودخلت السوق العربي بقى. السوق العربي طبعا تعلمت منه كتير شغلات، لأنه بتركيا تبقى عندك العرب الموجودين في تركيا، وأنا اشتغلت فقط معهم، هن نوعا ما نخبة يعني. لكن لما جيت على سوريا أنت دخلت إلى عالم كل الأطياف. تضطر أنك تكون شخص عملي، تكون بدك تعمل معادلة بين العلم والعمل، وتخلق شيء عملي يستطيع استهلاكه السوق العربي، اللي هو سوق يعني نوعا ما بسيط مقارنة ببقية الأسواق يعني. فهنا تعلمت كيف أكون عملي، وتعلمت شو يعني أكون مجدي، يعني كيف يكون عندك خطة واستراتيجية وآلية وتكتيك وسلم للبزنس تبعك، كيف تكون عملي ومجدي. وتعلمت كثير من هي السنة صراحة، وكانت سنة يعني ليست سهلة علي. انتقال من سوق تركي إلى سوق سوري.
مع أنه كان عندي تجربة أنا بالسوق السعودي، لكن حتى ولو السوق السوري هو يعني أكثر سوق في العالم العربي يتطلب منك أنك تكون عملي. ما في مجال للمثاليات، ما في مجال للرفاهية. سوق عملي بامتياز، يعني هو يحتاج شيء آني يعني. واستمريت هاي السنة، وفي سنة 2026 وهي السنة السابعة إلي في مسيرتي المهنية، تعلمت في هاي السنة كيف أكون اقتصادي. يعني في سنة 2025 الجدوى، 2026 الجدوى الاقتصادية، يعني كيف تكون اقتصادي، يعني مقتصد تحقق ربح، وكيف تكون شخص يعني تستطيع أنك تكون ذاتي. يعني أنا كنت على يقين أنه أنا أحتاج إلى دائما مستثمر يدعم مشروع، لكن في 2026 كيف تكون أنت ذاتي، تمول ذاتك، تمول مشروعك ذاتيا عن طريق طرح خدمة عملية ومفيدة جدا للمجتمع. واللي هي خلصت أنا بالنسبة لمشروعي هي مجال الدورات للمبتدئين في البزنس، وهذا ما سأبدأ فيه إن شاء الله بعد 2026، وهنا يصبح مشروعي ذاتي. فتعلمت الاقتصاد، كيف تكون اقتصاديا. هي واشتغلت طبعا في هاي السنة مع أكثر من شركة سورية، يعني شركة لتأسيس شركات وشركة تدريب وشركة محلات أيضا، شوكولا وحلاق وكذا. واشتغلت مع شركة تؤلف مناهج للروضات، واشتغلت مع أيضا أخذت استشارة لأكثر من مجال كمان بموضوع الجدوى في سنة 2026. مجموع الشركات اللي أنا اشتغلت فيها خلال هاي ال7 سنوات، وهو الطور الأول من البزنس بالنسبة لي، لأنه أنا قسمت البزنس ل7 أطوار، ما يقارب 25 نشاط تجاري تعاملت معهم، واكتسبت هاي الخبرة خلال هاي ال7 سنوات. وهي الحمد لله بفضل من الله ومنه استطعت أني أكتسب خبرات من كل هاي ال25 نشاط تجاري اللي أنا اشتغلت معهم. وبفضل كمان تجربتي ما قبل هاي ال7 سنوات اللي أعطتني نظارة أستطيع فيها قراءة البزنس، وهو عالم الألوان، يعني كيف تقرأ البزنس بنظارة الألوان. وهذا موضوع يطول شرحه، لكني الحمد لله اليوم أعتبر نفسي أني أنا مطور للبزنس المبتدئ بشكل جيد وفعال. وبإذن الله خلال الطور القادم لإلي سأخدم هي الشريحة، وسأعمل للشركات بمجال التطوير باللي أتعلمته، وأستفيد أيضا. كانت هذه خلاصة سيرتي الذاتية المهنية، واللي بدأت فيها من زيرو مال، لكن شوية خبرة و7 سنوات يعني أكملت هاي القراءة المحيطية للبزنس. وأزعم أنني أحيط بجوانب كثيرة من البزنس، وسأطورها أيضا خلال المستقبل. عاصم عدي، مطور بزنس.